السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب يا رب يا رب. بصوا بقى يا جماعه، انا النهارده نفسي كده يعني راحت للسردين. عارفين انتوا السردين ده اللي هو ساعات بيتملح ده، وده بقى بيتعمل صينيه، بس انا بحب ايه يعني، انا عاملاهم على قد عشان انا الوحيده اللي في البيت اللي بحبه صراحه، فجبت نص كيلو كده ماشي. ونص كيلو دوت انا بصوا والله العظيم جميل 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 كده وصابح كده، وشفته في السوق عجبني صراحه. فايه قلت ايه، جبت نص كيلو دوت، قلت بقى ايه، بس انا بحب اشيل الراس بالبطن كده بالديل كده وانضفه، وايه بعمل له ايه، مش بحط له بقى بصلايه، ومش بحبه برده بالثوم عشان هي بتبقى ايه اختيارات يا جماعه. يعني انا بشيل الدماغ والديل كده وبغسله وبنضفه وبحط عليه ليمون وبهارات سمك وبصل وبس، على كده. انا بحب اكله كده، يعني انا بحب اكله كده. بص والله العظيم يعني شكله كده يفتح النفس. هنضفه بقى كده وعين الدماغ والديل وارجع له. بص انا رجعت اهو، نضفته وغسلته وظبطته زي الفل. هبتدي بقى ايه، احط عليه بقى ايه البصل بقى والليمون والبهارات وادخلها الفرن. ومش قادره اقول لكم بقى، مش قادره اقول لكم انا بموت في الاكله دي ازاي. بس وانا بعمل الاكله بقى دي، انا عايزه اتكلم معاكم كده في حاجه مهمه قوي وتهم كل ست وتهم كل بنت، بنوته كده في الكليه ولا ست، عشان دي حصلت مع واحده عزيزه عليا قوي 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 قوي. بصوا، مش عاوزه ولا اي واحده فيكم يعني لما يجي راجل يقول لها انا بحبك، ما تدلوش فرصه ان هو يلعب بعواطفها، ما تدلوش فرصه ان هو يعني ما تصدقهوش. ما تصدقيش اي راجل يجي يقولك انا بحبك، لان الحب افعال مش كلام. الحب ده بيتحس، وبيتحس من افعال الراجل اللي هو معاكي. تحسي افعاله كده رجوله، بيعمل الحاجه اللي يبقى عارف ان انت عاوزاها محتاجاها، بس ما طلبتهاش، هو حسها بيعملها. الراجل اللي هو يحس كده، يحس بيكي، يحس بيكي من غير ما تتكلمي، يحس بيكي من غير ما تتكلمي، يحس من صوتك كده، يحس بيكي. انما الراجل اللي يقولك انا بحبك وبتبقى افعاله كلها ندالة وقلة اصل، خدي بالك من الحتة دي، لانها حصلت مع انسانة عزيزة عليا قوي. يعني واحد قال لي انا بحب، لا كلام بقى، قاعد يغني بقى، وانتوا عارفين بقى الرجاله لما تقعد تغني بقى بحبك وانت روحي وانت عقلي، وهي اساسا مش في دماغه. هو بيقول لها بحبك دي عشان في هدف، بس الهدف اللي احنا كلنا يا ستات بنبقى عارفينه الراجل بيقوله للست ليه، والبنات برضو، لان البنات دلوقتي يعني بقت واعيه في الزمن اللي احنا فيه ده، وفاهمين كل حاجه، عارفين كل حاجه، بس للاسف بتبقى عارفه وبتمشي ورا عواطفها، بتبقى عارفه وتلمس له العذر وتقول لا ده بيحبني، ويقول لها اي كلام وتصدقه، يقول اي حاجه وتصدقه. يعني انا مش عارفه، بتكون الدماغ بتتصرف بعواطفها، يعني بتلغي عقلها وتتصرف بعواطفها، ودي اكبر غلط. الست العاقله اللي بتحكم عقلها قبل قلبها، انما اللي هتحكمي قلبك وتلغي عقلك صدقيني هتندمي. ولو انت واحده بنت ناس واهلك ربوكي، هتبقي صيد سهل في ايد واحد انت سلمتله عواطفك ومشيتي ورا قلبك، وهو استغل الحته دي. صدقيني، لان انا يعني اقول ايه، بس مش عارفه، انا مش عاوزه اذكر اسم الانسانه دي لان هي انسانه يعني تخصني وعزيزه عليا،
بس انا اقسم بالله انا بطلع بقول لكم الكلام ده عشان خاطر مش عاوزه اي واحده تصدق اي واحد يقعد يغني عليها يقول لها بحبك وانتي روحي وانتي عقلي وانتي قلبي وانتي مش عارفه ايه. الراجل لما يحب بيبان في افعاله انه بيحب. الراجل لما يحب بيبان في افعاله مش بالكلام. الكلام ده مفيش اسهل منه. الكلام سهل قوي يا جماعه، صدقوني الكلام بيكون سهل، انما الافعال هي اللي بتبين، هي اللي بتبين اللي كان اللي قدام منك ده بيحبك وبيعزك وبيحترمك ولا لا. لان حب من غير احترام ما بيبقاش حب، بيبقى حاجه تانية انتوا عارفه. وانا بتكلم كده وعارفه كل ست وكل بنوته دلوقتي في الكليه كده فاهمه معنى الكلام اللي انا بقوله، وعاوزه تفكر في كل كلمه انا بقولها. مش اي واحد يجي يقولك بحبك تصدقيه، ما تصدقيش، ما تمشيش يعني مش ما تمشيش ورا عواطفك. لان اي راجل بيبقى عارف نقطه ضعف الست ودنها، يقعد يتكلم يقولك اما اربط دماغها بحيث لما اعلقها بيا اجي اطلب منها اي حاجه تكون تحت رحمتي. يا رب كل واحده كده بتسمعني دلوقتي تحلل الكلام ده في دماغها عشان ما تقعش في الغلط، ما تقعش في الغلط وترجع تاني تندم. ما تسلمش عواطفها، الراجل ما يستاهلش. لو هتسلمي عواطفك وقلبك سلمي قلبك للراجل اللي يستاهل، الراجل اللي يستاهل حبك، الراجل اللي بمعنى كلمة راجل، الراجل اللي يبقى فعاله معاكي راجل. مش اي واحد يجي يقولك بحبك تصدقيه حتى لو انت كنت بتحبيه. ما تخليش حد يلعب بعواطفك، ما تخليش حد تبقى انت بالنسبه له يعني يقولك ايه دي سيده سهله، انا اقول لها كلمتين حلوين عشان اخد منها اللي انا عاوزه بعد كده اسيبها. لا، خليكي واعيه، ما تمسيش ورا قلبك. والله اللي خلاني اتكلم يعني اتكلم كده اني يعني ما اعرفش، بس حسيت ان لازم اتكلم، حسيت لازم احكي لكم عن الموضوع ده. وانا كده بعمل صينيه السردين دي شايفين اهي، والله العظيم ريحتها ما اقولكوش. تعالوا اتغدوا معايا، ريحتها ما اقولكوش. بس هو بقى تنسوا اللايك والاشتراك في القناه اللي لاول مره بيشوفنا. وعايزاه كل واحده فيكم تفكر في الكلام اللي انا قلته لها دوت، وربنا يا رب كده ايه